صباح الخير يا ريهام. صباح النور، عامل ازيك؟ ايه؟ الحمد اخبارك ايه؟ لله. طيب احنا هنكمل مناقشتنا على موضوع الهوية المصرية، وحلقة النهاردة بعنوان طمس الحضارة وضياع الهوية. ايه السبب الرئيسي او الاسباب الرئيسية اللي وصلتنا الحالة اللي احنا فيها حاليا من ضياع الهوية المصرية؟ خليني احكي لك حكايه كده حصلت لي وانا كنت في زياره للندن. يعني دايما انا بحب اروح المتاحف، خصوصا ان انا كنت باشنت جدا او مهتم جدا بان انا اشوف الاثار المصريه وكده. ف رحت المتحف البريطاني ودخلت وكلي بقى اشتغل المتحف البريطاني بقى وهشوف بقى الحاجات بتاعت الحضاره المصريه وكده. وبعدين لقيت انهم كاتبين يافطه انه بيحصل تجديد للقاعات اللي فيها الحاجات بتاعت الحضاره المصريه، واسهم بقى وبتاع عشان نروح المكان الجديد اللي حاطين فيه الحاجات اللي موجوده. بعض القنوات كانت صغيره جدا كده، قليله قوي قوي، في حاجه كانها طرقه بس واسعه شويه. ولقيتهم حاطين زي كده، يعني مش يافطه، بانل يعني كاتبين فيه الحضاره المصريه ابتدت سنه كذا وانتهت سنه كذا. اعتقد كانوا كاتبين ابتدت سنه 3150 وانتهت 300 حاجه و20 او 342. فاندد، كلمه اندد دي انا وقفت قدامها الحقيقه مستغرب جدا، خصوصا انا كنت بقى متحمس قوي وقتها لفكره الحضاره المصريه وهكذا. فوقفت قدام اندد كده وقلت الله، يعني انا طب انا ايه؟ انا مين؟ انا اللي واقف قدام الحكايه؟ انا مش اندد، انا موجود يا جماعه وكده. وخلتني طبعا حماسه شديده جدا، وعملت زي المجنون، قعدت اقول لهم يا جماعه فين مدير المتحف؟ فجالي الراجل المسؤول عن القاعه، قلت له انا عايز مدير المتحف. قال لي قلت له لانه اندد دي ازاي اندد؟ ما انا موجود اهو، احنا بنستعمل نفس الكلمات. طبعا انا حافظ كلمات كتير جدا بنستعملها كلنا عارفينها، شبشب وحاجات كده كتير احنا دايما بنقولها ساعات. وفي نفس الوقت انا مش موافق على حكايه انها الحضاره انتهت، دي الناس كلها بتاخد من الحضاره لحد النهارده. المهم قال لي طب روح الريسبشن. رحت الريسبشن، قالوا لي طبعا ما رضوش، شافوا واحد مجنون قدامهم قال لا مش هينفع انك تقابل مدير المتحف، وانا منفعل طبعا جدا. فقالوا لي طب اكتب، يعني اكتب له احنا هنوعدك اننا هنرد عليك. فاخدت منها وعدا موثقا يعني، وكتبت بقى احنا دلوقتي بنعمل ايه، ولسه الشادوف موجود والطنبور موجود والساقيه موجوده وبناكل نفس الاكل، وتقريبا معظم المصريين بيلبسوا الجلابيه اللي موجوده من الاف السنين وهكذا. شرحت له كل ده في الحكايه علشان اندد ديت بالنسبه لي كانت يعني كاني مش موجود فعلا. حسيت ان انا مش واقف، مش موجود. انا طب انا فين؟ وردوا عليا فعلا بعدها بحوالي ممكن اسبوعين او 3 يعني. ردوا بكلام لطيف قوي، اوله اعتذار وبيقولوا لي احنا كتبنا الصفحه دي على يعني بسرعه علشان كنا بنغير ونجدد وهكذا، وهنراعي الكلام اللي انت قلته دوت في المرات اللي جايه. لكن الحقيقه ان انا بعد ما جالي الرد ده كنت انا منفعل لحد ما الرد جالي ومستني هيردوا ولا لا والحاجات دي. بعد ما جالي الرد قعدت فكرت، هو فعلا الحضاره المصريه يعني انتهت حقيقي زي ما هم كاتبين كلمه اندد دي انها انتهت فعلا؟ طيب وليه الحضارات التانية القديمة زي الهندية او الصينية او حتى الايرانية ما بيكتبوش عليها اندد وبيعتبروها انها حضارات مكملة ومستمرة؟ وبدأ من هنا بقى بحثي ان انا ادور واشوف هي فعلا اندد ولا لا. وكان يمكن اهم هي ليه لو كانت فعلا انها حصل هذا الانقطاع فليه. طبعا انا مش مقتنع انها اندد، بس يعني على الاقل ابتديت ادور انه ليه الناس، او ليه يمكن احنا وناس تانية كمان شايفين انها اندد. هو الحضارة المصرية في رأيي زي كل الحضارات بيبقى ليها عوامل خارجية وعوامل داخلية بتأثر عليها، يعني يا إما بتزدهر يا إما بتنتهي أو بتندثر يعني. ففي رأيك إيه هي العوامل؟ نبتدي مثلا بالعوامل الداخلية. تمام. طبعا انا كواحد يعني مؤمن جدا بالحضاره المصريه وبشوف انها مستمره ومش اندد ولا حاجه، وانها بس حصل لها نوع من التراب كده طمسها من قدام عينينا، لكن انا شايف انها موجوده وعندي دلائل كتير جدا على كده. غير ان احنا اعتقد ان في حد عمل قاموس لها اكتر من 30,000 كلمه احنا بنستعملهم لحد دلوقتي.
من ايام الحضاره المصريه او من اللغه المصريه القديمه. ومش عايز اقول كم الرموز وكم الاسماء اللي موجوده في مصر، وحتى كم الاشياء زي ما قلنا الطنبور والشادوف وهكذا والساقيه وكل الكلام ده موجود من الاف السنين ولا زال موجود. المدمس يعني كتير قوي، ناس كتير قوي قبليه قالوا الكلام ده، فانا مش عايز بس اقعد يعني اكرره. فانا شايف ان حصل طمس للحضاره، وفي ناس بتاخد منها اكتر مننا زي في اوروبا، واحنا بناخد اقل كتير. لكن في كل الاحوال هنعتبر انها فعلا حصل نوع من انواع قطع التواصل اللي احنا بنحاول ان احنا نعيده في البرنامج ده. اتمنى ان احنا نقدر نعمل كده يعني. فالسبب الاولاني في وجهه نظري يعني، ناس طبعا في يعني مقالات كتيره قوي او ابحاث كتيره قوي عن نهايه الحضاره المصريه وليه حصل. لكن انا بعتقد ان في 4 اسباب او سببين رئيسيين، وفي سببين تانيين ناتجين عن السبب الثاني. السبب الاول هو انه حضاره طويله جدا، زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، ان كان في نهر والصحراء حواليه، وحوالين النهر دي ازدهرت حضاره قويه جدا، الزراعه واكتشاف الزمن والخير، وكمان دوله قويه جدا فيها ملك وفيها امراء وفيها قضاه وفيها جيش وفيها قائد للجيش وفيها اطباء وفيها مهندسين وفيها مدارس وفيها علماء وفيها جامعات وهكذا. فانت بتتكلمي على دوله لو نقول حديثه بالمعنى بتاعنا ده، فهي اعتقد انها دوله حديثه، لانها كمان مش بس كانت مهتمه بالحاجات الماديه، لكن كمان وصلت انها تعمل فنون وعماره مختلفه جدا. الغنى موجود، السلم الموسيقي موجود، الآلات الموسيقية كلها الأساسية موجودة. يعني في فرقة موسيقية كاملة من أول الإيقاع للمزمار اللي هو آلات النفخ وآلات الوترية وهكذا. فأنت تخيلي وصلتي لمرحلة كمان إن أنت عندك يعني رفاهية شديدة جدا. لو حد بص كده على المعابد مش هيلاقي تقريبا 2 ستات مصريات لابسين زي بعض، هيلاقوا أزياء كتيرة جدا مختلفة. يمكن الرجالة لبسهم قريب من بعض شوية، لكن هيلاقي الستات عندهم لبس، عندهم مكياج، حاطين مكياج وبعطور فهي يعني حضارة وصلت إلى درجة كبيرة جدا من الرفاهية المادية والفكرية والروحية كمان. يعني في كتب بقت موجودة عشان بعد ما قدروا ان هم يكتبوا على البردي، اللغة موجودة والبردي موجود، ففي كتب وفي قصص وهكذا. وفي كمان فكرة عقائدية قوية جدا جاية من فكرة الماعد، أو رمزوا ليها بالماعد اللي هي رمز العدل والتناغم الكوني، وطبعا التناغم الأرضي أزوال، يعني التناغم عامة في كل شيء. وبالتالي بقى عندك حضارة فيها كمان ما فيهاش تضاد بين المكونات الحضاريه وبين الفكره. يعني ما فيش فكره المراه عوره، ما فيش فكره انه الموسيقى حرام، ما فيش فكره انه لو حد اخترع حاجه او قال حاجه جديده هتبقى الحكايه ديت بدعه وهكذا. الحكايه التناغم شديد جدا بين الافكار اللي طالعه من الشعب المصري وبين الحضاره اللي هو بناها، وبالتالي ما فيش اي تضاد. بس وجود هذه الحضارة بهذا الشكل وبالازدهار ده لمدة 3000 سنة، أعتقد يعني أو اللي أنا شايفه إن هو أدى إلى إن المصريين ابتدوا إن هم يحسوا إن هم عندهم يعني ثقة زائدة جدا بالنفس، خصوصا إنه في خلال الفترة الطويلة دي جه الهكسوس، وجه غزوات كتير قوي الهكسوس والحيثيين وهكذا، قدر المصريين ان هم ينتصروا عليهم كلهم في كل الاوقات، حتى في اضعف الاوقات كانوا بيرجعوا تاني وينتصروا. الهكسوس كان طبعا مثل ضخم جدا على الحكايه، فبقى عندهم احساس ان هم اقوى من كل اللي حواليهم، ان هم في اي وقت ممكن ان هم ينتصروا. بقى في مصريين مش عايزين يخشوا الجيش، فاضطر الملوك في اواخر الحضاره المصريه ان هم يجيبوا مرتزقه من بلاد تانيه. اعتقد المصريين ما بقوش يعني بقى عندهم رفاهيه زي اللي موجوده دلوقتي في الدول الاسكندنافيه، مش عايزين يشتغلوا اعمال معينه، مش عايزين يخشوا الجيش، بقى في مرتزقه في الجيش. طبعا دي كانت حاجه سيئه جدا. الازدهار ده زي الحضاره الرومانيه برضو احد اسباب انهيارها اللي هو شده الازدهار والرقي والتسامح
وهكذا. ده خلاهم ما يشوفوش الكم الفقر والجهل اللي موجود حواليهم، مع الاحترام طبعا لجميع الشعوب اللي حوالينا، بس انا بتكلم على المقارنه في هذا الوقت. يعني في حد بيرسم ويعمل نحت وبيكتب وهكذا، والتاني هو لسه اصلا ما عندوش لغه يمكن، او ما عندوش كتابه او هكذا. وانت بالتالي غنيه جدا وعندك ثروه ففي اطماع كتيره حواليكي طول الوقت، وبالتالي الجيش فيه مرتزقه، اطماع كتيره طول الوقت، والناس بقت مرفهه ومش عايزه. فتم احتلال مصر لفتره طويله جدا جدا، تقترب من 2300 سنه من اول الفرس واحنا طالعين. طب ده بالنسبه للاسباب الداخليه، والاسباب الخارجيه بقى تبقى ايه؟ في اعتقادي اول سبب طبعا هو الاحتلال الطويل جدا. يعني احنا لو قلنا انه الدوله المصريه 3150 قبل الميلاد، والفرس جم 300 تقريبا 42 قبل الميلاد، يبقى احنا عندنا حوالي 2800 سنه حضاره مصريه واقفه على رجليها، فيها حكم واضح جدا وهويه واضحه جدا. وبعدين عندك بعد كده 2262 سنه تقريبا فيهم احتلال دائم من محتلين مختلفين، واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع. حصل ثورات طبعا، لكن ما وصلتش لدرجه ان هم يطردوا المحتل زي ما حصل ايام الهكسوس. انا هستعين هنا بالصديق العزيز صلاح جاهين طبعا، لانه في القصيده بتاعته على اسم مصر وصف الحاله بتاعه الاحتلال الطويل ده بشكل جميل جدا. فنحاول كده نقرا صلاح جاهين كان قال ايه في القصيده دي. نهاية مصر اللي كانت أصبحت وخلاص، تمثال بديع انقلب وأنفه في الطين غاص، وناس من البدو شدوا عليه حبال الخيش، والقرص رعى العظيم بقى صاج خبيز للعيش، وساق محارب مبتورة في أبو قرقاص. ما تعرف اللي بطرها ده سيف ده ولا رصاص، ولا الخراب اللي صاب عقل البلد بالطيش. قال ابن خلدون متفسخة تعيش ليش، حصان عرابي صهل صحى جميع الجيش على اسم مصر. أحسنت في القول يا ولد يا متنبي، جبت اللي جوه الفؤاد عن مصر متعبي، وحكمت بالعدل لكن بعضنا انظلم. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، العلم كان عندنا من صغره متربي، لكنه هاجر وعدى البحر متخبي. لما الإيران هجموا، ثم اليونان هجموا، ثم الرومان دمروا، ثم التتار هدموا، ثم الجميع كل واحد جه مسح قدمه على اسم مصر. أعتقد إن هو ده اللي حصل في أو وصفه صلاح جاهين في احتلال طويل جدا جدا جدا. طيب وتبعات الفترة الطويلة اللي هي من الاحتلال دي، هي تبعاتها ايه بقى على الوضع الحالي، على احساسنا احنا بهويتنا حاليا؟ هنحاول نتخيل بقى من الازدهار اللي احنا قعدنا نتكلم عليه ده، لمرة واحدة اختفى كل شيء. الملك ما بقاش مصري، ما بقاش فيه امراء مصريين، ما بقاش فيه علماء مصريين، الكتابة بقت محرمة، الجامعات قفلت والمدارس قفلت. احنا قلنا الحكاية دي قبل كده بس لانها مهمة جدا نحاول نعيدها. فكمان مش بس ده اختفى، لكن كمان المصريين بقت وظيفتهم الوحيدة هي انه يخرج الخير للمستعمر ده او المحتل، عشان المحتل ياخده يوديه بلده. فتحول المصري من انه كان ملك وكان امير وكان قاضي وكان هكذا وكان بيروح المدرسة، الى انه فلاح، ولما ترقى شوية مع الاتراك بقى فلاح خرسيس. فتهديتي كل شيء. الفكرة كمان بتاعة الماعت اللي اتكلمنا عليها وهنتكلم عليها طبعا باستفاضة بعد كده، حتى الافكار القيمية بتاعة الحضارة المصرية اللي اتبنت عليها الحضارة المصرية انتهت، وابتدت تبقى في افكار تانية جه بيها المحتل. ويمكن هي دي النقطة اللي خارجة من الاحتلال. يعني مع الاحتلال جت افكار الاحتلال، وجت كمان افكار تانية مضادة وكارهة للحضارة المصرية. ويمكن اكبر يعني
فكرة مؤثرة جدا كانت، مش بس على الحضارة المصرية لكن على الحضارة الإنسانية أو على الشرق الأوسط. يعني الأفكار الإسرائيليات اللي جت وبقت جزء من أفكارنا وقيمنا من غير ما إحنا نعي ده. ودايما إحنا بنذكر كتاب الشيخ الذهبي اللي اسمه الإسرائيليات، اللي أنا شايف إنه لازم ياخد وضعه ويتم مناقشته بشكل اكتر من كده، واحنا هنناقشه في حلقات جايه. بس ده كان احد سبب مهم جدا. يعني الاحتلال جاب افكار تانية ومن ضمنها الاسرائيليات، اللي بقت هي الاسرائيليات اساسا جايه من بني اسرائيل اللي كارهنا وحاطيننا كالعدو الرئيسي في القصه بتاعتهم كلها. احنا الشيطان يعني، فبناخد احنا منهم تاريخنا وحياتنا. بس ده هنناقشه في حلقات جايه بتوسع اكتر من كده. طب أنا ممكن أسأل سؤال يعني غير تقليدي شوية، هو إحنا ليه سمحنا بده يحصل؟ يعني إحنا ليه ما حاربناش للحفاظ على الهوية؟ أعتقد إن حصلت ثورات طبعا، برضو هنتكلم فيها في خلال إحنا بنحاول بس ناخد البلوكات الكبيرة اللي هي بنبني الفكر اللي بنحاولها اللي إحنا نعرضها على الناس. لكن الثورات ديت أعتقد إنه السبب الأساسي إنه الهوية بتاعتنا ابتدت تدوب، وإن إحنا فكرتنا عن بلدنا بقت هي نفسها فكرة أعدائنا عن بلدنا. يعني احنا بقينا بنتقبل انه الحضارة المصرية كافرة والحضارة المصرية سيئة والملوك المصريين طواغيت وهكذا. فتخيلي انت جواكي بقيتي خلاص عايزة تقطعي، انت نفسك بقيتي عايزة تقطعي الوصلة اللي بينك وبين حضارتك اللي عملت ليكي الازدهار الشديد. فانت كمان ما يعني هتسوري عشان تروحي لايه؟ ما انت مش قادره ترجعي لها لان هي كافره ووحشه. فانت يعني فين المكان؟ ده حاجه برضو من حاجات التوهان اللي احنا عايشين فيها لحد النهارده. انه طب احنا هنصور عشان نرجع لايه؟ نرجع للطاغوت الكافر؟ طب ده كلام مش معقول. طيب دي نقطه مهمه نكملها في الحلقات الجايه باستفاضه اكتر ان شاء الله. تمام. طيب لكن احنا عندنا تجربه الحقيقه يعني قدام عينينا وبرضه ما بنبحثهاش كويس. لما ابتدى رفاعة الطهطاوي كلمنا عن، او الحقيقه قبل رفاعة الطهطاوي لما الفرنسويين جم وعملوا كتاب وصف مصر وابتدوا يهتموا بالحضاره المصريه وابتدوا ان هم يحاول شامبليون يفك مغاليق اللغه المصريه القديمه ويبتدي يقرا. لما ده حصل نوع من، وابتدى المصريين يعرفوه طبعا، ابتدى يحصل نوع من الفخر بالحضاره اللي الناس الخواجات دول اللي هم متقدمين عننا شويه مهتمين بيها قوي للدرجه دي. ومصريين كتير بقى ابتدوا ان هم يبحثوا في الحضاره المصريه وينتموا اليها، زي الدكتور سليم حسن طبعا، ابتدي برفاعة الطهطاوي. لكن في طبعا ناس كتير قوي اهتموا جدا بالحضاره المصريه زي الدكتور سليم حسن اللي عامل مشروعاته الكبيره جدا. بس المهم في الحاله ديت لما انت سالتيني على الثورات، انه انا بعتقد ان احد النتائج المهمه ان ثوره 19 كان فيها الاحساس بمصرنا. لفظ مصرنا ده او مصريتنا طلع في ثوره 19، وبقى في مفكرين كتير جدا بقوا عندهم نفس التوجه بتاع رفاعة الطهطاوي، بيسموهم اولاد رفاعة، وانه الوصله اللي بيننا وبين حضارتنا لازم ترجع تاني. ولو شفنا اول كتابين لنجيب محفوظ او 3، رادوبيس وعبس الاقدار، مثلا بيتكلموا عن الحضاره المصريه، وكفاح طيبه اللي كان بيتكلم على فتره احمس والهكسوس وهكذا. فبقى في الزخم ده، واعتقد انه ده خلى المصريين عارفين هيروحوا فين، وبقوا منتمين تماما لحضارتهم ولذاتهم. ده اللي حصل في ثوره 19 وما بعدها مع مصر الليبراليه وحزب الوفد. مع كل اسف يعني تم وقت الفكره دي، ودخلنا في افكار تانية بعد ثوره 52 بتقول لا احنا عرب. وهي فكره احنا عرب زي ما قلنا احنا قبل كده كانت فكره ثقافيه، بس تحولت الى فكره سياسيه، وابتدى
يتبني عليها يعني اساطير غير حقيقيه، ان احنا كلنا جايين من الجزيره العربيه، وكل واحد فينا عنده اصل تاني غير اصله المصري بينتمي اليه ويبقى فخور بيه اكتر من اصله المصري وهكذا. فدخلنا من 52 يعني احنا عندنا مثلا حوالي 33 سنه من سنه 19 لحد سنه 52 تقريبا كان فيهم فكره ليبراليه، كان فيهم فكره ليبراليه متصله بالحضاره المصريه بشكل واضح، وبالتالي مشينا عليها وعملنا يعني جيل عظيم جدا من اول احمد لطفي السيد لطه حسين لمحمد عبد الوهاب وام كلثوم نجيب محفوظ وهكذا. وبعدين جت فكره ثانيه اللي هي العروبه، وبعد فكره العروبه جت فكره الدوله الدينيه الاسلاميه. وطبعا كلنا عارفين يعني اي حد هيفتح اي كتاب في يعني الفكر الاسلامي هيلاقي مفيش دوله دينيه في الاسلام اساسا. فاحنا وهم ورا التاني، وهم العروبه اللي هو مش موجود من وجهه نظري، واللي احنا شرحنا قبل كده برضو ان هو فكره ثقافيه تحولت لفكره سياسيه. وبعدين وهم الدوله الاسلاميه، ومفيش دوله ومفيش في الاسلام دوله دينيه اساسا. واتمنى انه احنا نكون بعد ثوره 13 اللي اعتقد انها من وجهه نظري ثوره بحث عن الهويه، ان احنا نكون بندور ويكون البرنامج ده جزء يساعدنا في ان احنا نفكر مع بعض ونلاقي هويتنا الحقيقيه، وبالتالي الطريق اللي نمشي فيه. الف شكر.